لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحالم لوانەی 1424 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والله برزان هل سياخي وآتانك رب العالمين باسي لقصي سيدنا لوط كر عليه الصلاة والسلام لقل قومكي كاتك وخريج أو كارقيزة ونبون دجاتي لوطيش عليه الصلاة والسلام إتر لدواء هواي كوا بهم الشيوخ موعظي كذن آمادة نبون جورالي بكن خی گەورە سزای بەسەریاندا سەپاند ئەو سزایەکە لە ئاتەکەی پێشووتر و کلێوانەی ڕابرد لە خزمەتی دابوون عەزاب هاتە سەریان و لە ناوی بردن و سەراوژێری کردن و بەردی بەسەردا باراندن و بەو دەنگە گەورەی کەوەکو دەفەرمێن سەیحە خی گەورە هەمووی لە ناو بردن. اینجا إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي إن في قصة قوم لوط لقصة تيروج قوم لوط وما فعلناه بهم من العذاب لەوەی کەوا بەسەرمان هێنان لە سزای خوای گەورە وبقاء آثار هلاكهم ومانەوەی ئاسار و شوێنەوار لە ناوچوونیان لە علامەت و نیشانەی تێدا چێ سوودی لێوەردەگری للمتوسمين ئەو کەسانی متوسمن ئەوان عیبرەت و پند و ئامۆژگار لەو قسەی وەردەگرن. متوسم چییە؟ للمتفرسين ئەوانەی کە فیراستیان هەیە، المتأملين المتفكرين ئەوانەی تەئەمل دەکەن بیر دەکەنەوە ئەوان سوود لەو ئاتانە و لە بەقایە و ئاسار و شوێنوارە قەومی لوط وەردەگرن. الذين لهم فكر وفراسة ئەوانەی کە فکر دەکەنەوە فراستیان هەیە دەبینن يفهمون بها ما أريد بذلك فيعتبرون ئەوانە بەڕاستی ئەوانەی کە فکر و فراستیان هەیە ئەوانە تێدەگەن و پند و ئامۆژگاری وەردەگرن. ابن القیم لە مەدارج السالکین دەڵێ مجاهد دەڵێ المتفرسين کەواتە المتوسمين مجاهد دەڵێ يعني المتفرسين ئەوانەی کە فراستیان هەیە. ابن عباس ڕزای خوای گەورە لە خۆی بابی لێبی ڕزای خوای گەورە لە خۆی لە بابی دەفەرمی المتوسمين أي للناظرين ئەوانەی کەوا تەماشا دەکەن. قەتادە دەڵێ بمعنى المعتبرين ئەوانەی پند و ئامۆژگار وەرگن. مقاتل دەڵێ المتفكرين ئەوان کە بیر دەکەنەوە. ئەو جدوا دەڵێ ابن القیم ولا تنافي بين هذه الأقوال ڕاستی ئەو قەولانە تێک ناگیرن ئەو بەو شێوانە تەفسیر کرا. دەڵێ لەبەرەوەی فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم لەبەرەوەی کەسێک کەوا تەماشا بکات تەماشای ئاسار و شوێنەواری ئەو کەسانە بکە کەوا مکەذیب بووینە داوای پێغەمبەرانیان بە درۆزانیە ئەگەر تەماشای ئاسار و شوێنەوار و جێگاکانیان بکە وما آل إليه أمرهم ئەوەی کەوا چیان بەسەر هاتیە ئەورەثەه فراستە وعیبرەتە وفکرە ئەوەی کەوا تەماشا بکە و بیر بکاتەوە وای لێدێ فراست لۆ پەیدا دەبێت پند و ئامۆژگاری وەردەگری. وقال تعالى في حق المنافقين ئیتر هەر لە درێژەی قسەکەی ابن القیم دەڵێ خوای گەورە سوبحانه وتعالى دەربارەی منافقین دەفەرمی ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول لسورة محمد صلى الله عليه وسلم آتسي خواهي قول درباني منافق كان زمان في صلى الله عليه وسلم ودفرمي ولو نشاء لأريناكم أقل بما بيشان الددين فلعرفتهم بسيماهم منافق كان بنشانة لابد كشف دكين نشانة شان بيودنينو كالابد كشف من شي منافقة ولتعرفنهم في لحن القول دشيان ناسي لشيوازي قسەکانیان. اینجا دەڵێ
فالأول فراسة النظر والعين كواتا نشانيان لسدادنين أو فراسي بينيني هبيتا ده الناسي بلام ولا تعرفون في لحن القول. والثاني فراسة الأذن والسبع ولا الشيء الناسية ولا الشيء وازق سكان يعني أوش أوي فراستي بيستني هبي كواتا دفرمي لو آتدا باز لفراستي بينين وفراستي بيستني كردية أوي كوا فراستي هبي للتمشاكرن هل بيبيني كسيك دي ناسيتا سبحان الله وخواي قولا وكبري نوريش بيدا بخشي ببينيني خلق دي الناسي عنديش خواي قولا فراستي بسمعيان هي هركا جويلة كسيك رابقرن يكسر هلي دسنجينو دي ناسا سبحان الله. إتر الآية أصل في الفراسة براسي أو أصل كلبو فراسة هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية. فراسة بكورتي بريتيا بويكوا بابلن بلغهينانا وبظاهري هرشتك بويكوا شاراوة كيسية بلغهينانا وبظاهري هرشتك بويكوا شادي وشاراوة كيسية. لا مجموع فتاوى ابن تيمية رحمة الله عليه بين تعالى أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة كواتا خواهي يقول لي باز دكا خواهي يقول بياني دكا كوا آثار الشوينواري أو قوماني كوا عذابي عند آثار كان بزيد يلي وخلق بيبيني وليستدل بذلك على عقوبة الله لهم تاوكو خلچی بزان که خواهی گر کوس زای او کسانه دادا كوا برنگاري پیغمبران دبنو. ابن عاشور ده والمتوسمون أصحاب التوسم إن في ذلك لآيات للمتوسمين. طلع المتوسمون شون أصحاب التوسم أواني كوا توسم يعني هي توسمتي وهو التأمل في السماء. أصحاب التوسم شينا التأمل في السماء أواني كوا بير ذكنو لسيمو لا علامة كان أي العلامة الدالة على المعلم كواتا متوسم أو كسي كوا توسمي هي أو كبير ذكاته على علامة كان تمشي علامة اشتاق ذكاتا خود اشتكي لبوبا ديار ذكوي. والمراد للمتأملين في الأسباب وعواقبها أن كبير ذكانوا له كاركانوا لعاقبة اشتكان وأولئك هم المؤمنون. متوسم شيء إيمان دارة. وفيه تعريض بالذين لم تردعهم العبر لأنهم دون مرتبة النظر. كواتا ليردا براستي آماجا بيكرنا بوكساني كوا عبرة ورناقرن لبرو بير لشتان ناكرن عبرتش لي ورناقرن تعريضا بالمشركين كواتا آماجا بالمشركين الذين لم يتعظوا بأن يحل بهم ما حل بالأمم التي من قبلهم التي عرفوا أخبارها ورأوا آثارها. كواتا براستي وآما جايبوا مشركاني كوا براستي فكرنا كان لو أنا بيشوي خويان كتيان كردو تيان بسرهات خويان لا عاقبة أو باريزن. ولذلك أعقب الجملة بجملة وإنها لبسبيل المقيم. لو يلد يكسد فرمي وإنها لبسبيل المقيم أي المدينة المذكورة آنفا هي بطريق باق أو شاري لوط لرقائق بوا كوان بيدادسن يشاهد كثير منكم آثارها زورق لنقو آثار شنوارة كده بيني كوان لرقائق بابني لنزيج فلسطين بوا كوانش تجارتيان لبو الشام لو دورو بري بيودا روشتنا. وهذا كقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون لسورة الصافات عند فنكواتا آثار شنوار قوم لوط بتايبتي لو زمني بين ديار بوا كاتي كوان زيادة لرقاي تجارتيان ولا بو الشام بيودا تيبرين برام سبحان الله بندي لورناقرن. لو إلى آيات دفرمي وإنها لبسبيل مقيم أي وإن مدينة قوم لوط لفي طريق باق واضح ثابت يسلكه الناس. كواتا مدينة وشاري قوم لوط لرقاي خويانا باقية آثار الشونواركان ما كوا خلشي بيودا تيدا برن فيرى كل من يمر بها آثار تدميرها. سبحان الله أوي بيودا بروا لبوي آشكرادا بكوا بتشيق أنا تدمير بوينا. قرطبي دلي وإنها يعني قرى قوم لوط لبسبيل المقيم أي على طريق قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشام. كواتا
ئاسار و شوێنەواری جێگای قەومی لووت لەسەر ئەو ڕێگایەکەوە کە قەومەکەت یا ڕەسوول الله بەوێدا تێدەپەڕن لە ڕێگای تجارەتیانە. إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في إهلاكنا قوم لوط واتە لەناوبردنی ئێمە لە بۆ قەومی لوط وإنجائنا لوطا وأهله المؤمنين لەناوبردنی قەومە خراپەکارەکە و نەجاتدانی لوط و ئەوانەی کە ئیماندار بوون لەگەڵی بەتایبەت دووکسەکەی لعلامة ودلالة واضحة للمؤمنين براست علامة آياتش زور أشكال لبو إيمان داران على انتقام الله من الكافرين بلقتش زور أشكال أسر طول سنوي خوال كافران وإن جائهم من بين أيديهم سالمين آمنين لناو أو قومي كواخوي قلنا يبردن باتشي لوط عليه الصلاة والسلام لقل إيمان داران خوي يورو بسلامتي نجاتي عند دا رازي دلي يبين أن كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل هم أوانك وإيمان بالله تعالى هنا وبيغمبران براز زانية عرف أن ما وقع بقوم لوط إنما كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال هم أوانك خوايد ناسن بأورو بيغمبران دكن دزان أويك بسر قوم لوط هات لبو أويك خواي قول انتقامي ورقتو طولي ورقتو لبو بيغمبراني لو كسد زاهلانا أما الذين لا يؤمنون بالله بلام أنا إيماني بالله تعالى فإنهم يحملونه على حوادث العالم ووقائعه وإيك إيماني بالله تعالى حادثيش طبيعي وكزور لو كارثاني كرودة دا زلزلة دي طوفان دي أنواع عذاب دي حادثة طبيعية أيه طبيعي يعني بس طبيعيني والله بلام أسكسي إيمان دار زاني وانتقامي خواهي قولي سبحانه وتعالى سعديد الله في هذه القصة من العبر لو قصي لوط عليه الصلاة والسلام تسندين أمج قال لي ولدجيلي أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم أجر الله تعالى بيه جيغا ولاتك كاول بكا لبروي أوان شر طغيان زور زيادة كديا فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه كجيش تحدي أو كتواول راد بدرتون خوي جور سبحانه وتعالى عقوبي خوي بسريان داد الرجي أو أوان مستحقين السعديد له في هذه القصة من العبر أن لوطا عليه السلام لما كانوا أهل وطنه كواتا كاتي كوا لو قصة باز لو ذكر لوط عليه الصلاة والسلام أهل أو جيجابوا أو وطن أو شاربوا فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم لو أنا كاتي كوا سزا بيت السريان بتساوي خوي ببيني لو أنا ضلي نرم بي لبويان ضلي نرم بي لبويان ضلي بيان بسوتي قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم خير دزاني لوتيش كسيك أو قومي خوينا يتر لو أنا ضلي بيان بسوتي لو كاتي كعذاب دي السريان خوي جورا قدري وابكوا أو أسباباني نشام بدا كوات تواورقي هالبستي لو قومه تواورقي هالبستي لو قومه لويا حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب لسورة هود فرمي ملائكة كان كاتك وبيد لين إن موعدهم الصبح موعدي هاتني عذاب لسر قومك بيانية أو يندلي أليس الصبح بقريب بياني هرب عيني ملائكة كان هذه باشا بياني نزيكنيا وكأنما لوط أويك لقومك دبيني كاتك هاتينا أو بوبر زور أتو بأدبية درجان اللي قرتي ودانوي لقال أو ملائكة أنا كوالس الشيوي بشر هاتنا دانوي أو كارق زمن اللي قال أوانيش بكن يتر خواي جورو أسبابان ده أنت بيش تا وكلوت بهيج شيويك ضدي بقومك نسوته بل كوايلي بي كاتك وملائكة كان دلين موعدي هاتني عذاب أو قومت بيانية وايلي دي دل بياني درنجة أوانجي أليس الصبح بقريب أدي باشا بياني نزيك نية يتر بوشي والله أعلم خواي جورا أو قومش كاتك ومستحق بعذاب لباش أوي آقادار كران ولا لان لوط عليه الصلاة والسلام بهموش موعظة وآموشقاري كران آمادة نبون بوشي آمادة نبون پندو آموشقاري وربقرن جورالي پیغمبركيان بكن بقرين ولا إخوائي قول سبحانه وتعالى دستيان برنا كار قيزونا
ئیتر ئەویان بەسەردا هاتوو خوای گەور بەدەنگێکی گەورە و شارەکەی بەسەریادا قەڵب کردەوە و بەردی بەسەردا باراندن و تەنها ئاسار و شوێنەواریان ما ئیتر بەڕاستی ئەوە هەمووی وەک خوای گەورە فەرمی ئینە فی ذلک لآیات للمؤمنین بەڕاستیەوە کەسانی ئیماندار پند و ئامۆژگار لێوەردەگرن کە بەداخەوە ئێستا لەو زەمەنەی کە تێدا دەژین وا دیسان ئەگەر قەومی لووت بە ناقانونی ئەو کاریان دەکرد بەڵام ئێستا هەوڵ دەدرێت لەسەر مستەوای هەموو دنیا بە قانون و بە یاسا ئەو کارە قێزەونە ئەنجام دەدرێت داوای لۆ دەکرێت بانگەوازی لۆ دەکرێت کە واللهی ئەگەر بێت و ئەو بەشەریەتە واز لەو کارە قێزەونە و ئەمسالی ئەو کارە قێزەونە و کوفر و تۆغیان نەینی واللهی زۆر نزیکە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە جامی عذابی خۆی بەسەر ئەو بەشەرێتەدا بڕێژی خوا پەناماندا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون